السلام عليكم. انا بقالي كام يوم بحاول ان انا احضر لفيديو اللي هو كي لا ننسى سهرنا مع الكيان. بحاول ان انا اجيب معظم الجرائم اللي عملها الكيان في الوطن العربي كله، سواء مصر او سوريا او لبنان او فلسطين او بس كل ما بجيب معلومات هما بيعلوا عليا اكتر. اجيب مدرسة بحر البقر الاقيهم ضربوا مدينة، اجيب عملوا ايه في الطنطورة الاقيهم ضربوا طريق امل للخروج من الناس اللي حذروهم ان احنا نضرب البنك. اجيب عملوا ايه في في الشعب السوري او الشعب الفلسطيني الاقي ابن الجزمة ضرب مستشفى. اللي بيحصل اليومين دول او اللي حصل النهارده بالذات ده مش حرب على الارهاب او ان هما بيردوا على المقاومة الفلسطينية، لا، ده قرار ابادة للشعب الفلسطيني، مالوش مسمى غير كده. انت بتضرب مستشفى يا جاحد؟ ايه؟ انت هتعمل ايه اكتر من كده؟ اكتر من 500 ميت واكتر من 1000 مصاب، ومعظمهم من الاطفال والنساء والعجز والمرضى. ايه؟ انا شفت مناظر الجثث اللي مرميه او الاشلاء اللي بتتلمى لدرجه ان هم بيعملوا مقابر جماعيه. لا، ده مش انت مش بتدافع عن نفسك زي ما بتصدر للغرب، لا، انت بتعمل اباده جماعيه لعرق بالكامل اللي هو الشعب الفلسطيني. الموضوع ما بقاش ان احنا نعمل شير او ان احنا نرفع بوست او ان احنا نعمل مقاطعه للمنتجات، لا، لازم رد قوي وصريح على الكلام ده. ما بقاش ينفع ان احنا نعمل مقاطعه او ان احنا نبث الصور للغرب. الغرب شايفين، اللي عايز يعرف يعرف. هما بيكذبوا، الكيان بيكذب هناك وبيقول احنا مننا زي اكذوبه ال40 طفل اللي اتقتلوا وفي الاخر كذبوا فيها الرئيس بايدن وطلعوا كذبوا الخبر كله والكلام ده كله اتفضح. لكن اللي بيحصل دلوقتي العالم كله شايفه، في ناس كتيره من الغرب شايفه، بدأوا ان هم يقفوا السد مع فلسطين. والتضليل الاعلامي والحرب الالكتروني مميته، لدرجة ان انا رفعت فيديو اول امبارح مجرد ان هو كام صورة ان احنا شاهدين على الجرائم اللي حصلت من الكيان في حق الشعب الفلسطيني، صور للاطفال اللي استشهدوا. الفيديو ده جاب 1 فيو، مشاهدة واحدة بس، اللي هو انا لما شفت الفيديو بتاعي لما رفعته بس، وما تعرضش لاي حد تاني. اي حاجة فيها كلمة فلسطين بتختفي، اي حاجة فيها كلمة المقاومة بتختفي، اي حاجة فيها كلمة اسرائيل بتطلع لفوق. انا هكتب في الديسكريبشن ده هو ستاند ويز اسرائيل اللي هي الهاشتاج بتاعهم، عشان الريتش بتاعه بيطلع لفوق. الخوارزميات بتاع اليوتيوب بتطلع الكلام ده لفوق. اي حاجه عن فلسطين او عن المعاناه او عن المجزره اللي بتحصل دلوقتي بيرموها تحت، ما توصلش الرشاد دي لاي حد. لازم رد قوي من كل الحكومات. ما ينفعش الموضوع ما بقاش للشعب، ما بقاش ان احنا نعمل هاشتاج، او ما بقاش ان احنا نعمل مقاطعه، ما بقاش ان احنا نرفع بوست او صوره او نطلع نقول احزنني. لا 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 لا، الموضوع عدى. في اباده عرقيه كامله لجنس بالكامل بتحصل في غزه اليومين دول. ما ينفعش، لازم رد قوي وصريح منها، سواء من مصر سواء من سوريا سواء من لبنان. احنا نشيل كل الخلافات على جنب دلوقتي، اي تصفية حسابات، اي خلافات. في اعلامي مصري بدون ذكر اسماء معارض وقف النهارده قال انا في ضد الرئيس عبد الفتاح، انا في ظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع انه معارض. احنا لازم من الوقت ده نشيل اي خلافات ما بيننا، نشيلها كده على جنب. احنا لازم نرد رد قاطع وصريح على اللي حصل في غزة. في إبادة جماعية بتحصل هناك، إبادة عرقية. المذابح موجودة، الجثث مترمية في الأرض، عربية الآيس كريم بتشيل جثث أطفال. حرام اللي بيحصل ده، إبادة عرقية لازم يترد عليه برد قوي وصريح وواضح. مش هنقعد طرق ملفوفة أو إن احنا نبعت مساعدات لمين؟ الناس ماتت خلاص يا معلم. لازم رد قوي وصريح من كذا حكومة، مش من حكومة واحدة. وحسبي الله ونعم الوكيل، الراجل ده مجرم حرب ولازم يتحاكم. مش هتعدي مرور الكرام كده، مع ان للاسف انا مننا متشائمين شويه والناس هتنسى لان ذاكره العوام 3 ايام. لكن لا، لازم يبقى في وقفه قويه جدا. في تركيا في مظاهرات قدام السفاره بتاعتهم عشان تتشال منها، في بعض الدول بدات تشيل سفير الكيان منهم.
لازم رد قوي وصريح وواضح من الحكومات. التدخل لازم يكون ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. حوار الشير والمقاطعة والكلام ده كان زمان، كان أيام اللعب على الخفيف، لكن دلوقتي في إبادة عرقية كاملة للشعب بالكامل. ولنا الله، حسبي الله ونعم الوكيل. وبس كده يا سيدي.